السلام اخوتي خواتاتي في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كاملين تنعرفوا على حرف اكس اللي كيمثل لنا المجهول في لغه العلوم. عارف كيفاش ترجع؟ ما عارفش؟ دير جيم في كومونتير، انا غادي نتبرع لك بهذه المعلومه. اصل الحرف اكس عربي. ما صدقتيش؟ هو ما صدق، ما تسحب لي كنكذب لك. قد وجدت طريقها الى اوروبا في القرن ال11 وعندما وصلت اليهم كان هناك اهتمام بترجمه هذه الحكمه الى لغه اوروبيه، ولكن كانت واحد المشاكل بان هذا الحرف الشين ما كيقدروش ينطقوه الاوروبيين بدون واحد التدريب مكثف، وايضا ليس لديهم حرف يمكن تمثيل الحرف الشين. وهذا الحرف الشين هو الحرف الاول في كلمه شيء، وتعني شيء غير معروف او غير معلوم، ويمكن ان نجعلها معرفه باضافه الالف واللام، ولتصبح الكلمه تقرا الشيء شيء غير معلوم. وهذه الكلمة هي التي توجد في كل مكان في الرياضيات. الأولى كانت اشتقاق البراهين من القرن العاشر. المشكلة بالنسبة لعلماء الإسبان في العصور الوسطى كلفوا بترجمة هذه المادة هي أن الحرف شين وكلمة شيء لا يمكن تحويلها في اللغة الإسبانية، لأن الحرف شين غير موجود في اللغة الإسبانية. بالاتفاق قاموا بإنشاء قاعدة واللي من خلاله قاموا باستعارة سيكي من الحروف اليونانية الكلاسيكية على شكل حرف كاي. لاحقا عندما ترجمت هذه المادة إلى لغة أوروبية قاموا بكل بساطة باستبدال الحرف كاي اليوناني إلى حرف إكس اللاتيني، وبمجرد حدوث ذلك أصبحت هذه النصوص متواجدة في اللغة اللاتينية وشكلت أساس النصوص الرياضية للكتب الدراسية واحد المدة اللي كتقارب 600 سنة. والآن أصبحت لدينا الإجابة للسؤال المطروح: لماذا الحرف إكس هو المجهول؟ علاش الإسبانيين ما يقدروش ينطقوا الحرف شي؟ لا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وكومونتير وتبارطاجي مع صحابك وتهلا.